عليكم. والنهارده كده ايه في سوق الاسكندريه واقفين مستنيين حبايبنا كده عشان عندنا زفه كده عقبال عندكم. يا جماعه انا بقول للناس اللي هي بتبعت لي على الواتس وعلى الماسنجر فوق دماغي من فوق، كله بيبعت يقول لي العربيه الشكله بتتكلف كام؟ مفيش عربيه بتتكلف زي الثانيه، طبعا كل حاجه دلوقتي بقت فوق، فانا غصب عني ان في ناس برد عليها وناس بنسى ارد، واللي بيتصلوا بيا طول النهار انا كلمتك انا بعت لك، انا غصب عني بقول لهم معلش اعذروني مفيش عربيه بتتكلف زي الثانيه. وفي حاجه تانية يا جماعه، انا ما بشتغلش بيع وشراء، انا ما بشتغلش بيع وشراء، اللي بيعمل عندي عربيه بيبقى هو راكبها. ممكن عربيه بالصدفه كده هو تتباعت بتاع كانت عند حد، ده بالصدفه، انما انا ما بشتغلش بيع وشراء. ليه؟ لان العربيات دي بتتكلف، واللي بيكلفها بيركبها، فمش معقول هو هيكلفها عشان يبيعها. والعربيه السليمه طبعا بيبقى الناس ماسكه فيها بايديها واسنانها. وفي حاجه ثانيه برضه، لما تبقى عربيه عايز تحلها وتعملها لازم يكون سعرها مرشش، عربيه قويه سليمه، عربيه انت تصرف عليها بقلب. انما في عربيات بتبقى مهلوكه من جوه ومن بره وعايزه كل حاجه، فدي حرام. انت بقى ممكن تبيعها وتجيب لك عربيه واقفه احسن لك، حتى لو فاضيه فيها اي فينش اتعمل، يعني يبقى تجيبها وش نظافه مثلا. انما عربيه تكون مثلا مهلوكه من جوه ومن بره وعايز توقفها، دي بقت صعب جدا دلوقتي، لان في حاجات كتير ما بقتش بتحصل، مش موجوده. طبعا سكه الاسكندريه دي طبعا غنيه عن التعريف، الحمد لله والشكر لله. طبعا في عربيات احلى منها، وفي ناس بتشد احسن مني، وفي كل حاجه، بس الحمد لله اللي عمل نفخه في مجال البشور 504 الحمد لله والشكر لله طبعا فوق اي حاجه سعيد بشور، خلى 504 دي ليها مكان تاني. انا اول ما عملت التعديلات، عاوز اقول كلمه، انا اول ما عملت التعديلات 504 اول ما ركب بانوراما كان في العربيه ديت، اول ما ركب حاجات كتير، الشنطه الكهرباء بقى، الكابوت الكهرباء، التانك الكهرباء، المساعدين اللي انت تدوس على الزرار الشنطه تطلع لوحديها، الحاجات دي كلها كان العبد لله هو اللي عملها. فطبعا في ناس كتير دلوقتي بتعمل شغل وما شاء الله عليها و100 100، بس انا بتكلم ان العربيه هي قديمه، بقى لها 44 سنه ولا 45 سنه، بس فيها كميه تعب، كميه سلك اضافات، كميه حاجات. فالعربيه دي بقت دلوقتي عزيزه عند صاحبها وعزيزه عند بتاع قطع الغيار، الحاجه بتيجي دلوقتي بعقوبه. حاجات الاستيراد طبعا يا جماعه معروفه حاجتها غاليه، وطاقه الجنط بقى بفلوس، مش عارف الاوتوماتيك بقى بفلوس، السقف الكهرباء بفلوس. غير الفلوس بقى ان في حاجات مش موجوده، يعني الميتين زي دول دلوقتي مش موجوده، حاجات زي كده كوبسين الكهرباء دول دايخين عليهم العربيات محلوله عندنا مش موجوده، ففي حاجات كتير مش موجوده. وهي بتقول لي شده كامله، عايز كده بص، بتقول لي شده كامله. طب شده كامله اجيب طابلون ولا الكماليات ولا الشاشه ولا عده الكاسيت ولا شده كامله؟ ما اعرفش انا حضرتك انت عايز ايه. فمعلش يا جماعه انا بقول للناس كلها انا نفسي راضي الجميع، نفسي راضي الجميع. طبعا طقم الجنط بالكاوتش ده بقى برقم، كل نواقل العربيه ديت دلوقتي بقت بفلوس، يعني الحمد لله والشكر لله. العربيه دي طبعا كانت اول عربيه يتعمل فيها الكاميرات بالجراءه ديت وبالحاجات اللي فيها ديت، كانت العربيه دي. فجماعه انا غصب عني والله ان انا عايز ارضي الناس كلها. الواتس عندي عربيات، لو كميه عربيات يا ريت افتح شغل بالطريقه دي كده اهوت. انا عندي عربيات الحمد لله في بلقاس وعربيات في اسكندريه هنا، ربنا يعيني ان انا اجيب حاجاتهم واقفلهم واخلصهم. فانا غصب عني، انت حضرتك عربيه سليمه وصدر مرشش وعربيه قوايم حلوه وبيبانها حلوه، حلها واعملها. انما غير كده بقى عربيه عايزه بيبان ورفرف وعايزه الدنيا دي كلها، يا ريت تبيعها وتجيب عربيه واقفه احسن لك، يبقى انت ريحت نفسك. فيها اي فينش، اي ملحوظه، اي حاجه هنقوم بيها ان شاء الله وهنعملها، شويه كماليات زياده بتاع تعديلات مفيش مشكله. انما عربيه عايزه تتهد من اول وجديد وهي صدرها مش حلوه اساسا، يبقى بناقص منها. معلش طولت عليكم حبايبي، واحلى مسا عليكم،
وان شاء الله انتظرونا كده بفيديوهات جديده باذن الله. احلى مسا عليكم. حبيبي ابو بلبل اخويا وحبيبي ده طبعا، ده اخويا وحبيبي ابو بلبل مودي ضماح حبيبي ابو بلبل.